أهلا وسهلا بيكم في زوي زون، دليلكم ليوم أفضل. أنا زوي وفي البودكاست هنا هتكلم معاكم عن الحياة، عن الحاجات اللي بتزقنا يوم كمان عشان نكمل. الدنيا مش ريشة في هوا زي ما قالوا، ولا طريقك مسدود مسدود يا ولدي. الدنيا مرحلة لازم نعديها بحلوها ومرها. هنا هنقدر الحلو ونشوف ازاي نصبر على المر. العقل السليم في الجسم السليم، مقولة كانت موجودة على ظهر الكتب بالمدرسة بتاعت زمان، كمان كانت مكتوبة على أسوار المدارس. كانت بتصلح جدا لحكمة اليوم في الإذاعة المدرسية، وكانت في كل الأوقات مرتبطة بفكرة الرياضة. الجسم السليم ده هو الجسم الرياضي. طب هل فعلا الرياضة مهمة قوي كده ولازم تبقى جزء من حياتنا؟ حلقة النهاردة ليكم وليا. يلا نفرد سجادة التمارين ونبدأ أول عدة. الرياضة هي أي نشاط بدني بيتطلب حركة العضلات وبيستهلك الطاقة. الرياضة ليها فوائد كتيرة جدا للصحة البدنية، زي تقوية القلب، الأوعية الدموية، تحسين المناعة، والوقاية من الأمراض المزمنة. ده غير طبعا تخفيف الوزن وزيادة المرونة والتوازن. ومش بس كده، هي كمان مفيدة للصحة النفسية. الرياضة بتأثر على المزاج والحالة النفسية بطرق مختلفة، منها تحسين المزاج. لما بنمارس الرياضة دماغنا بتفرز مواد كيميائية طبيعية اسمها الإندروفين، ودي مسكنات طبيعية بتزود من شعورنا بالسعادة والرضا. كمان الرياضة بتخلصنا من التوتر والقلق والغضب، وتخلينا أكثر هدوء وانتعاش. لما بنحقق أهداف رياضية سواء صغيرة أو كبيرة بنشعر بالثقة والإنجاز، وده بيزود من احترامنا لنفسنا وتقديرنا لذاتنا، وبتدينا إحساس إننا قادرين على تخطي التحديات والصعاب في حياتنا. الرياضة كمان بتحفز نشاط المخ وبتزود من إمداده بالأكسجين والغذاء، وده بيساعدنا على تحسين وظائف الذاكرة والانتباه والتفكير. ده غير إن هي بتمنع انخفاض مستوى الإدراك المصاحب للشيخوخة. وزي ما قلنا في حلقة النوم سلطان، الرياضة بتخلي الجسم يستهلك طاقة أكبر، وده طبعا هيخلي الواحد يحس بالتعب وإنه عايز يرتاح، وده بدوره هيسهل عليه إن هو ينام بشكل أسرع وأعمق. كمان الرياضة بتوفر لنا فرصة إن احنا نتواصل ونتفاعل مع الناس، سواء بقى كانوا أصدقاء في الجيم أو في الرياضة اللي احنا بنلعبها، أو زملاء أو مدربين، وده بيساعد إنه يحسن مهاراتنا الاجتماعية والتعاونية والقيادية. طب ده كده الرياضة مفيدة جدا لصحتنا ولازم نشترك في الجيم من بكرة. أيوة فعلا، أنا المرة دي ما عنديش أي نقط سلبية عن الرياضة، بس في 10 حاجات ناخد بالنا منها واحنا بنتمرن. أولا، تمارين الإحماء. تمارين الإحماء جزء مهم جدا من روتين الرياضة. لازم نلعب تمارين الإحماء من 5 ل10 دقايق من قبل ما نبدأ التمارين، لأنها بتجهز الجسم للتمرين وبتقلل نسبة الإصابة. تمارين الإحماء دي زي الجري أو نط الحبل أو تمارين الإطالة اللي هي الاسترتشات. نبدأ كمان التمارين بالراحة، ومع الوقت نعلي التمرين واحدة واحدة. ما ينفعش ندخل على التمارين الشديدة مرة واحدة، لأن ده خطر على القلب وكمان هيزود نسبة الإصابة. الرياضة حلوة مفيش كلام، بس لازم ناخد بالنا إننا ما نلعبش زيادة عن اللزوم أو نركز على عضلة واحدة بس، لأن ده هيجهد الجسم والعضلة ومش هتوصل للنتيجة اللي انت عايزها. فمهم جدا تنويع التمارين على عضلات مختلفة، وإننا ناخد راحة كافية. نسمع لجسمنا، يعني لو لقيت نفسك تعبان وسط التمرينة وقف فورا، خصوصا لو دايخ أو عندك إعياء. الحاجات دي يا جماعة ما فيهاش هزار. في ناس كتير قوي سمعنا عنهم إن هم توفوا وهم بيلعبوا رياضة بسبب إن هم ما سمعوش لجسمهم. لو مبطل لعب من فترة، ما ينفعش ترجع لنفس المرحلة اللي انت كنت فيها على طول. يعني مثلا لو انت متعود ترفع وزن معين وبطلت رياضة فترة ورجعت تاني، ما ينفعش ترجع ترفع نفس الوزن هو. ارجع بحاجة أقل شوية، ومع الانتظام علي الوزن عادي. شرب المية. شرب المية مهم جدا في كل الأوقات، خصوصا لو بتلعب رياضة. احرص انك تكون بتشرب كمية مية كفاية
عشان تعوض العرق وتساعد جسمك على التعافي بشكل أسرع. اشرب كوباية مية قبل التمرين، وممكن كده بق مية كل 20 دقيقة داخل التمرين، ده غير طبعا إن أنت تشرب مية على مدار اليوم كله. اختيار الملابس الملائمة للعب حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. نوعية وخامة الملابس اللي بنلعب بيها ده شيء مهم. يعني مثلا القطن ينفع لو احنا بنلعب تمارين خفيفة زي اليوجا، لكن لو تمارين تقيلة فالأفضل نختار نايلون أو بولي بروبلين، لأنها بتمتص العرق بعيد عن الجسم وبتحافظ على برودته. ناخد بالنا يا جماعة إننا نكون بنعمل التمرين صح. الأهم من التمرين هو وضع العضلات وإحنا بنتمرن. يعني لازم نشوف مثلا هي العضلة مفروض تكون مشدودة، هل انحناءة الظهر دي مفروض تكون بالزاوية ديت. لو بنعمل التمرين بوضعية غلط هنتضر أكتر، مش هناخد فايدة التمرين، وممكن يحصل لنا إصابة. وجع العضلات ده شيء عادي جدا نحس بيه بعد التمرين، بس ده بيبقى من خلال 12 ل 24 ساعة. بس لو في وجع قوي أثناء التمرين أو بعده على طول، أو الوجع لقيناه مستمر لمدة أكتر من أسبوع، فإحنا ممكن نبقى محتاجين نروح للدكتور، لأن كده ممكن يكون في إصابة فعلا حصلت وإحنا بنتمرن. الأكل ووجبة ما بعد التمرين. وجبة ما بعد التمرين دي وجبة مهمة جدا، ويمكن هي الأهم، لأنها بتساعد الجسم على التعافي. الوجبة دي لازم يكون فيها كربوهيدرات وبروتين عشان تعيد بناء العضلات، ولازم ناكلها في خلال من 30 ل 40 دقيقة بعد التمرين. زي ما قلت إنه الحلقة دي ليكم وليا، لأني زيكم كل فترة بقول أنا هلعب رياضة وهتبقى جزء من يومي، والتزم يوم يومين شهر بالكتير، وبعد كده أتشغل بحاجات تانية وبطل، بعدها بفترة أقول أنا هرجع ألعب رياضة وأدخل في نفس الدوامة تاني. وأنا متأكدة إني مش لوحدي، فإحنا محتاجين نشوف إزاي نشجع نفسنا إننا ننتظم في الرياضة. في بعض الحاجات لقيت إن إحنا لو عملناها هتساعدنا. أولا، نختار نوع من الرياضة إحنا بنحبه وممتع بالنسبة لينا، سواء ده كان كرة قدم، ركوب عجل، سباحة، أو حتى رقص. لما بنعمل حاجة بنحبها بننتظم فيها أحسن. تاني حاجة، نحدد هدف واضح ومحدد للرياضة اللي إحنا بنلعبها. إحنا ممكن نكون بنلعب الرياضة لأسباب غير الأسباب المعروفة، إن إحنا نكون هنخس أو عايزين نعمل مثلا فورمة الساحل. إحنا ممكن نكون بنلعب رياضة عشان نحسن من لياقتنا، أو هنشترك في مسابقة مثلا زي الماراثون، أو عايزين نحسن من التوازن بتاعنا. فمش لازم إن إحنا نكون بنلعب رياضة لهدف من الأهداف اللي هي منتشرة أو المعروفة للناس كلها، بس المهم إن إحنا نكون بنلعب الرياضة دي لهدف إحنا عارفين كويس هو إيه، ونقدر نحدده ونقيسه. تالت حاجة، ندور على شريك أو مجموعة للرياضة اللي إحنا بنلعبها. زي ما قلنا في حلقة صاحبي يا صاحبي، الصداقة بتزود الإنتاجية. وجود صاحب بيلعب معاك هيشجعك ويساعدك تلتزم وقت أطول. والصراحة يا جماعة، تمرينة الجيم متبقاش حلوة من غير الشخص اللي بيقولك عايش ويظبط لك الأوزان. رابع حاجة، خلي الرياضة جزء من روتينك اليومي، وخصص لها وقت محدد مقدس، مفيش حاجة تمنعك عنها. يعني ما ينفعش إن احنا نكون محددين ميعاد في اليوم بتاعنا هنلعب فيه رياضة، وحد يكلمنا يقول لنا يلا ننزل في الميعاد ده ونقول له تمام ماشي. لا، خلي الميعاد دوت انت ملتزم بيه، ما يمنعكش عنه غير شديد القلب. خامس حاجة، احتفل بإنجازاتك وكل خطوة بتمشيها ناحية هدفك. يعني لو أنا هدفي مثلا إن أنا أخس 10 كيلو، كل كيلو إحنا بنخسه دي خطوة في طريق الهدف. مش لازم نحتفل بس لما نوصل لل10 كيلو مرة واحدة، لأن ده هيبقى احتفال ممكن يبقى طويل شوية. فكل خطوة بنمشيها تستحق الاحتفال. حلقة النهاردة فعلا حمستني إني أرجع ألعب رياضة تاني. عرفوني لو انتوا كمان حسيتوا بكده، وشاركونا إنجازاتكم عشان نحتفل بيكم ونقول لكم عاش. متنسوش تتابعونا على صفحات السوشيال ميديا بتاعتنا وعلى قناة اليوتيوب، ونتقابل على خير الحلقة الجاية.